ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. 3 اماكن في جسمك ممنوع تزيلي منهم الشعر طول ما انت في سن المراهقه. بس قبل ما نبدا مع بعض، عايزاكم تنزلوا تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا شير لكل اصحابكم عشان بجد الفيديو مفيد جدا جدا. وما تنسوش تعملوا متابعه لو انت بتشوفيني على الصفحه، وكمان تنزلي تكتبي تحت في التعليقات تتوقعي ايه هم ال3 اماكن دول اللي ما ينفعش نزيل منهم الشعر طول ما احنا في سن المراهقه. البنات اللي هتكتب او تتوقع ال3 اماكن، هنزل التعليق بتاعهم او هنزل اوريدي التعليقات بتاعتهم على صفحه الفيسبوك. ما تنسوش بقى تروحوا تعملوا لي هناك متابعه لو انت مش عامله متابعه. ويلا بينا نبدا مع بعض على طول. اول مكان ما ينفعش تزيلي منه الشعر طول ما انت في سن المراهقه هو الجسم. هتقولي لي ليه يا نادي؟ ما هو يعني ببقى حابه ان انا ازيل منه الشعر كده علشان جسمي يكون ناعم، وعلشان ما بقاش حاسه يعني ان انا اوريدي او اتعود ان انا ازيل منه الشعر. هقول لك على حاجتين. الجسم يا بنات من الحاجات اللي اوريدي الشعر اصلا بيبقى لسه بيبدا ان هو يبان او يتقل او كده. استني لما تكبري وبعد كده ابداي ازيلي الشعر علشان حتى جلدك ما يحصلوش احمرار، وكمان ما يحصلش فيه كدمات. فاسالوا البنات، اعزكم اللي بدا يعمل كده او جربت ان هي تزيل الشعر من جسمها تكتب لي تجربتها تحت في التعليقات. تاني مكان ما ينفعش تزيلي منه الشعر طول ما انت في سن المراهقه وجهك او وشك. بصوا يا بنات، واحنا في سن المراهقه بنبقى مستعجلين كده ان احنا نكبر، وبنبقى عندنا يعني ايه، احساس كده ان احنا لما نهتم بنفسنا زياده ده يعني هيزود من، مش عارفه اقولها لكم ازاي، ده هيزود ان انتوا تلفتوا النظر. بس دي حاجه مش كويسه نهائيا. هقول لك على الكوارث اللي هتحصل لنا. اول حاجه هيحصل لك احمرار، ووشك هيحمر ويلتهب، وكمان ممكن يطلع حبوب. لو انت بشرتك حساسه قوي بس تلاقي طلع حبوب. كمان بيسبب المسام الواسعه اللي بتبقى في وشك، وكمان الشعر بيطلع بجداره كده او بيبقى تقيل على وشك، فانت بتبقي متضايقه جدا منه. رابع حاجه بقى ان هو بيضيع الملامح البريئه اللي بتبقى موجوده في بشرتك او بتبقى موجوده في وشك وفي ملامحك. فازاله الشعر من الوش ليها اضرار اصلا على بشرتك، فممنوع يا بنات ان انتوا تزيلوا الشعر من وشكم. ابعدوا خالص عن الموضوع ده. لما تكبري زيلي الشعر. المكان الوحيد اللي ينفع تزيلي منه الشعر هو المنطقه دي بس. تالت حاجه ممنوع تزيلي منها الشعر هي منطقه الحواجب. بصوا يا بنات، ربنا بيخلقك او بيديكي حاجه كده بريئه قوي بتبقى موجوده على وشك في سن 12 سنه و13 و14 وما مدى لحد 15 و16 سنه كمان. ملامح بشرتك بتختلف، وشك نفسه بيختلف. وكمان البنات في الوقت ده ما بتبقاش مدركه ازاي تعمل حواجبها، ولو رحتي لحد ممكن يبوظ لك حواجبك. فانتي ابعدي خالص ان انتي تزيلي الشعر. لما هتكبري اوريدي بتشيلي الزيادات اللي بعيده عن الحاجب. يعني بصوا، بتبداي تنضفي بس تحت الحاجب، مش بتغيري في ملامح شكل الحاجب نفسه. في سن المراهقه دايما بنصح البنات القريبين مني ان هم ما يعملوش وشهم وكمان ما يعملوش حواجبهم في السن ده، لانه بيغير ملامحكم 180 درجه. فابعدوا خالص عن ال3 اماكن دول. وقبل ما اختم معاكم الفيديو يا بنات، عايزاكم تنزلوا تحت في التعليقات، وزي ما قلت لكم في الاول اكتبوا لي التجارب بتاعتكم، البنات اللي زالت الشعر من وشها ايه اللي حصل لها، علشان البنات اللي لسه ما عملتش كده يستفيدوا وكلنا نستفيد من بعض. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. يلا باي.